بتشوفي فيديوهات كتير وبتسمعي بودكاست وبتقري بوستات كتير بتتكلم عن تطوير الوعي وتقدير الذات والثقة بالنفس والاهتمام بالصحة النفسية. الكلام جميل وبتفهميه كويس جدا وبيلمسك قوي، بس بتيجي عند نقطة وبتحسي ان الدنيا عطلت وما بتبقيش عارفة العيب فين والمشكلة فين. العيب في الكلام ولا فيا؟ طب ما الكلام انا فاهماه وواضح وفي خطوات كمان بسيطة وسهلة، بس باجي ساعة التنفيذ وبلاقي حاجة عطلتني. النهاردة انا جاية اتكلم معاكي عن المحتوى اللي بيقدم دعم وتطوير للوعي بشكل مجاني. هتكلم النهاردة معاكي اول حاجة ايه مميزات المحتوى اللي بيقدم دعم وتطوير للوعي بشكل مجاني. هتكلم النهاردة معاكي عن مميزات المحتوى اللي بيتقدم فيه طريقة تطوير الوعي بشكل مجاني. أول حاجة هو مجاني، ومش هنا بقصد الفلوس بس، ولكن مجاني حتى في الوقت. أنا بختار أسمع في الوقت اللي أنا عايزاه، بالمكان اللي أنا عايزاه، بالطريقة اللي أنا عايزاه. عايزة أقرأ هلاقي حاجات مقروءة، عايزة أسمع هلاقي حاجات مسموعة. فما فيش حاجة بتربطني لا فلوس ولا جهد ولا وقت، فمجاني من كله. تاني حاجة ما فيهوش إحراج ولا خوف، محدش عارف أنا بسمع إيه وإمتى وإيه المشكلة اللي عندي، فبتدارى ورا المحتويات دي. أنا بسمع من غير ما حد يعرف إن أنا عندي مشكلة. وفي نوع تاني لما بيلاقي الكوتش بيتكلم عن مشكلة تخصه بيحس بارتياح، مش أنا لوحدي بس اللي عندي المشكلة دي. فدي ميزتين في ميزة واحدة. الميزة التالتة وهي باب للفهم لحد مش عارف يعني ايه تطوير وعي، مش عارف يعني ايه تقدير الذات ولا الثقة بالنفس والمواضيع الكتيرة اللي بنتكلم عنها في الكوتشنج وتطوير الوعي والاهتمام بالصحة النفسية. فباب ليه ان هو يفهم ويعرف اكتر يعني ايه وعي، يعني ايه تطوير الوعي، وهيأثر عليه ازاي. والمرحلة دي بسميها قفزة وعي. كلمة ممكن تلمس شخص، تحرك عنده الوعي، تخليه يتفتح على باب جديد يغير حياته فعلا وينور جواه ويطور الوعي بتاعه، وده هيشوف أثره على نفسه وعلى حياته. ببساطة محتوى الوعي المجاني باب بيتفتح على دنيا جديدة، بس فتح الباب مش كفاية عشان أعيش الدنيا الجديدة دي، محتاج أخد خطوة عشان أدخل جواها. طيب إيه اللي يخلي بقى المحتوى ده مش مناسب ليا؟ إن الكلام أغلبه بيكون بشكل عام، مش متفصل مخصوص على الحالة بتاعتي، حتى لو في حاجات كتير مشابهة للمشكلة اللي عندي أو الحالة اللي أنا بعيشها. النقطة التانية إن مش كل اللي بيقدم محتوى بالشكل ده بيكون عنده العلم الكافي أو الخبرة الكافية. في بعض الناس بتكون هواة، وبعضهم بيكون ذو علم وخبرة وفعلا بيقول كلام يحترم. الحاجة التالتة إن نقطة التطبيق أنا بقف عندها كتير، ودي اللي بتقابل ناس كتير جدا. أنا بسمع كلام وبفهمه والكلام لمسني وأنا حاساه جدا وفعلا أنا عايز أطبق الكلام ده، بس باجي عند نقطة التطبيق مش بعرف أطبق، رغم إن الكلام واضح مفيش اختلاف على ده. لأن زي ما قلنا في النقطة الأولى الكلام مش متفصل عني بالظبط. النقطة اللي بعد كده وهي التشتت، إن أنا ممكن أسمع أكتر من محتوى عن نفس الموضوع، أو أتنقل من موضوع لموضوع لموضوع، ويحصل عندي معلومات كتيرة دخلت في بعض، وأنا عندي بقى في تشتت ومش عارف أبدأ بإيه ولا أعمل إيه وأسيب إيه. وساعتها بدخل ممكن في جلد الذات، بدخل في إحباط. ما هو الكلام مفهوم والكلام بسيط والمحتوى جاي لغاية عندي ومن غير ما أتكلف حاجة زي ما قلنا، يبقى المشكلة كده عندي، فبدخل في جلد الذات أو إحباط إن في ناس كتيرة اتطورت وفي ناس كتيرة اتغيرت وأنا اللي لسه واقف مكاني مش عارف أعمل حاجة. أهم نقطة هي التطبيق، أنا واقف عند حتة التطبيق. طيب إزاي أستفيد من محتوى الدعم المجاني بدون ما يكون في أي عيب من العيوب اللي أنا قابلتها دي؟ أول حاجة النية بتاعتي، هو أنا داخل أتفرج وأقلب كده وأشوف الناس دي بتقول إيه ولا أي كلام وخلاص، ولا داخل فعلا عشان أنا عايزة أفهم؟ نيتك هي اللي هتغير طريقة الفرجة بتاعتك وطريقة المتابعة بتاعتك. الحاجة التانية التركيز، أنا عايزة أبحث في موضوع واحد من شخص واحد واسمعه واشوف ايه اكتر جملة لمستني، ايه اكتر عبارة قالها فعلا حسيت ان انا عايزة اعملها، واشوف بطريقتي انا ممكن انفذها ازاي. طيب انا حبيت ان انا اسمع رأي تاني، خليكي في نفس الموضوع، بلاش التنقل من موضوع لموضوع
بشكل سريع، ده يخليني مش هعرف اطبق وهعطل اكتر في نقطة التطبيق. ومهم جدا ان انا اسجل الحاجة اللي لمستني او الحاجة اللي استفدت منها بعد ما سمعت الكلام ده او بعد ما قرأت المقالة دي، واحاول اشوف خطوات تناسبني اقدر اعملها مطابقة للكلام اللي انا سمعته من الكوتش. النقطة الاخيرة، ما ترددش ابدا ان انا اكتب اي مساعدة او اي استفسار للكوتش اللي كتب الكلام او اللي بيقول الكلام. يمكن في حاجة انا وصلتني بطريقة مش صحيحة او محتاجة توضيح اكتر فيها. احنا بنقف عند حتة النتيجة، انا عايزة اشوف اثر يلمسني عشان اكمل، انا عايزة اشوف حاجة تشجعني ان انا اكمل. فبناخد الخطوات البسيطة اللي في الاول اللي تساعدني اشوف في اثر اتغير فعلا، في حاجة انا فهمتها جديدة، في حاجة لمستني فعلا، ولما نفذتها لقيت اثرها عليا. استعانة بصاحب الكلام وان انا افهم منه اكتر وان انا ابعت له واستفسر عن الكلام اللي اتقال، ده هيساعدني ان انا اطبق واشوف النتيجة اللي تساعدني ان انا اكمل. واستنيني بقى الفيديو الجاي عشان اقولك انت بقى تعرفي ان انت محتاجة حاجة خاصة بيكي. ولغاية هنا محتوى الدعم المجاني ما عادش ليه فايدة.